عسلامة عسلامة الناس الكل. هيا صحة شريبتكم الناس الكل. هذا النهار الثاني متاع رمضان، ربي يكملهولنا على خير يا ربي. هيا مشيت لدارنا وبديت نطيب انا وامي. عملنا اول حاجة تشيش بالقرنيط، وشكون ما يحبش تشيش بالقرنيط، واحنا معروفين لهنا في صفاقس مكثر ماكلتنا بالقرنيط والا بالشويبي. باهي قلينا هيك القرنيط في الزيت حتى لين تلق النكهة متاعو. زدناه شوية بصل، فلفل الأحمر، نمرقو شوية باش نزيدو هيك طماطم يتحل، نعملو مغرفتين كبار هكا باهيين، ونعملو فيه راس الحانوط، الفلفل الأكحل، الكركب، حصيلو يهبل يهبل هيك ريحة التقلية ماهيش عادية حتى طرف. نخليوه هكا يشكشك في فحاتو، ومن بعد ليكايا نمرقوه. ما ننساوش هيك الكركب زيادة. المفيد هو راهو زايد على الكل في الكل، زايد عليه هو هيك راس الحانوط. مرقناه كيف من هكا ونخليوها تطيب. كيما نعرفوا القرنيط تحبلو تطيب بالباي بالباي. ومن بعد ما طاب واحنا رشينا التشيش كالعادة نعملو مغرفة على كل شخص وقريين فلفل. لهنا جينا باش نطيبو مقرونة بالصلصة بالبقري. عملنا كمية متاع زيت باهية، اللحم، البصل، حصيلو. اليوم امي هي اللي تطيب وانا هكا معها يد بيد انا وياها هكا. علاش نعمل في لقطات وبرا معناتها هيك. هو خليناه يتقلب بالباهي بالباهي، وانا نعرف كان نحرك ولا تومي تقولي بربي يزي من التحريك. امرقناها بإيترا ما سخون، وبديت باش تحط الطماطم. تبارك الله باش نعملو كيلو عيلة، نعملو 4 مغارف مكومين طماطم. تويكا زادت الثوم والملح والتبل والكروية، عملت بريسك راس ثوم. دقته هكا في المهراز وهبطته هكايا. عملت فلفل الاحمر مغرفتين كبار هكا باش تجي حمرا هكا وبنينه. الفلفل الاكحل عملت شويه خاطر فلفل الاكحل متاعها ياسر حر على الاخر على الاخر. وين نقولها بربي زيد بربي خليه لنا حاره شويه. وشطر مغرفه ماكله، كركب وشويه ملح. دوب ما هكا تبدا تغلي هكا شويه وهي تسكر عليها الكوكوت. قالت ديما اللحم البقري ماذا بيها تتسكر عليه الكوكوت. هيك هو مين با نص ساعة وطفيتها معناتها حتى لين قررت زيتها. وصمتني لك المقارونة سباجيتي، احنا نحبوها بسباجيتي الحق. هيك هو لهنا البريك عملت بطاطا والكبدة. ومن بعد ما طابت الكبدة وهنا قطعتها هكا طريفات صغار، وهي هرست البطاطا وعملت فيها البصل المعدنوس والكركب فلفل الأكحل ورميت عليها انا الكبده كيف من هكا. وكي يعني نخلطوها ملازمهاش تترفس الكبده تقعد الصيحه معناتها من فوق اللوطه. وهوني زدت عليها 3 كعبات عظم حتى لين ولا الخليط كيف من هكا. ولازم كعبات الكبده يقعدوا كيف ما هكا صحاح ما يترفسوش مع الخليط. وقعدت نقلي فيهم حصيل والله يد بيد اللي هو صار كل شيء. انا ديجا كلمتها قلت لها يومي بربي ما طيب حتى شيء خليني نجي نصور شويه هكا معك. هيك هو ديجا هذه في النص ساعه الاخرانيه وين نقلي في البريك. ولا هنا عندها شويه سلطه مشويه فوحناها تابلو كرويه ملح وزيت زيتونه كهو. وعندها شويه ترشي فوحناه تابلو كرويه زيدا كيف كيف هريسه ولا هروس اللي عندكم وزيت زيتونه. ومن بعد من فوق كان زينوه بالبصل والمعدنوس. حصيلو بنة 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 على الاخر. هو واحد ما معناتها في شغل الفطر موش بشكل برشا معناتها ديجا شوية شوية. وكهو يا ربي ورضاك خاطر سبحان الله رمضان متاع الشتاء مش كيما رمضان الصيف واحد يجري على الماء والكل. هوني ميم با هكا بالبرد هكا ماذا بيك هكا تاكل حويجه هكا سخونه. وكاو هوني عنا الحوار هذا اللي نشق عليه الفتره متاعنا. فما اللي يشق على البن ولا على الرايب والكل واحنا نعملو على الحوار هكا. وهذا التشيش متاعنا حصيلو هكا من كل حاجه شويه شويه ويا ربي ورضاك والحمد لله.
والله الفايدة ليه في الماكلة ولا في حتى شيء، الفايدة في اللمة والقلب الصافي وكهو.